الإخوان السلام عليكم وأبشركم مباركة مسعودة بجميع المتمنيات. إخواني الكرام أينما كنتم أحييكم. شفنا هاد الضجة اللي واقعة دابا حاليا في وسائل التواصل الاجتماعي حول مجتمعنا. يعني المجتمع ديالنا فيه إلا الشيخة، صافي ما فيهش الأستاذة، المربية، معلمة. آه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يعني المجتمع ديالنا فيه الا ما لقيتو التمثيل باش تمثلوا، وفي هذا الشهر ديال الغفران وفي هذا الشهر المبارك يعني الا الشيخه. فهاد الممثله خصوصا اللي مثلت الدور ديال الشيخه كنت احترمها، ويعني اشاهدها وكن من المحبين ديالها في الدور ديالها في الفكاهه، ومن الاحسن وكنبقات في ذاك الادوار ديال الفكاهه حسن، بعيدا عن الشبهات. فالمجتمع ديالنا فيه مجتمع فيه المرأة الأستاذة، والمرأة المربية اللي ربت أجيال، المرأة المغربية اللي ضحت وضربت تمارة على الوليدات من أجل باش توصلهم ويخرجوا رجال. فالمجتمع ديالنا المجتمع المغربي خصوصا فيه الأستاذة والمعلمة اللي كتقري في الجبال وكتضرب تمارة وتمشي على رجليها ودير اوتوستوب في الشارع على الطرقات، وتكمل على الدواب الحمل ديال الحوايج ديالها على الدواب باش تمشي لواحد المنطقة ولا في أعالي الجبال باش تقري واحد الجيل الناشئ وتعلموا التربيه وتعلموا الاخلاق. فهذا هو المجتمع ديالنا. المجتمع ديالنا فيه واحد المراه الارمله اللي متوفى لها الراجل وخلى لها الوليدات وضربت التماره وهزت الصندوق. سير كان خاطب داك الاخت، داك الممثله يعني، وجميع الممثلين اللي ولاو كيشوفوا غير داك الجهه السلبيه. شوفوا لنا بحال هاد شوفوا لنا المراه اللي كتضرب تماره وراها يعني في المناطق ديال الفلاحيه اللي كتضرب الصندوق ديال البطاطا والصندوق ديال البصله. سير لهاد المراه هذه اللي كتنوض في 6 الصباح وتمشي وتخدم في الفلاحه وتضرب تماره وتعرق وتجيب لوليداتها ما ياكلوا باش من اجل باش يقراو ما يلبسوا باش سميتو تخرجهم تكونهم رجال. سير شوف هاد داك الاستاذه اللي كتقري في اعلى الجبال قلت لكم يعني، وكاريه واحد البيت وكيقطر عليها في وقت الشتاء وكتكمل كتضرب 20 كيلومتر. شوف داك المراه اللي في اعالي الجبال اللي كتضرب 30 كيلومتر 20 كيلومتر باش تمشي لواحد السوق اسبوعي وجايبه واحد الفروج ولا واحد الدجاجه في يديها، ومني كتقرب للباب ديال السوق الاسبوعي كيشدها هذاك اللي كاري داك السوق الاسبوعي من عند المجلس الجماعي، من عند البلديه ولا من عند المجلس الجماعي، وكيقول لها راه خلصت على داك الفروج كتبيعو ب 30 درهم و40 درهم وكتخلص عليه في الباب ديال السوق 5 دراهم و10 دراهم. شوفوا داك المرأة اللي كتسقط الزيتون وتجمع واحد الفليحة ديالها واحد البركة باش كتعيش وتجيبها للسوق ويعطيها داك الجمال اللي كيشري من هذاك الفلاحة ديالها وداك الشيء واحد الثمن بخس. الا بغيتي بيعي لي، لا بغيتي ما بغيتيش، وكيعطيها واحد الثمن اللي ما نقول لكمش. شوفي المرأة اللي ضحات وقاصات في اعالي الجبال بتماره. شوفوا المراه اللي خلى لها الراجل مات، توفى لها الراجل وخلى لها الوليدات. فهذه هي اللي بغيت على الممثله تمثلي هذا الدور هذا في هذا المجتمع. فاحنا جالسين في هذا الشهر المبارك، في هذا الشهر الغفران، انسان جالس مع وليداته ومجموع وكيفطر في هذه الوقيته، والناس كتطلب الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان في شهر القران، وانتم دايرين لنا الشيخات. فحسبي الله ونعم الوكيل. يعني وليتو. ورسالتي الى الجمهور ديال هاد الافلام هادو، وهم اغلبهم نساء في البيوت، فانتم اللي تصرتوا مثل هاد الافلام وهاد الدرامات التركيه على الترجمه ديالها والافلام المدبلجه، انتم اللي تصرتوهم. بعض النساء اللي كيكثروا المشاهده من بعض في هاد الافلام هادو. فرسالتي فهاد الناس هادو ما كيخليوش وليداتهم يتفرجوا في هاد المسلسلات، اللي كيمثلوا هاد الادوار هادو ما كيخليوش وليداتهم يتفرجوا في هاد المسلسلات هادو.
هاد الناس اللي كيمثلوا هاد الادوار ديال الافلام المدبلجه وهاد الافلام الدراما التركيه، هاد الناس كيقريو ولادهم في الدول الغربيه، كيقريو وليداتهم في كندا. فرسالتي لهذا الجمهور ديال مثل هاد الافلام، فديروا الاحتياط ورد البال لوليداتكم وقريو وليداتكم، وبعدوا على هاد الافلام المدبلجه وهاد الافلام ديال الدراما التركيه وهاد الترجمه ديال الدارجه اللي شردتنا وخلات وليداتنا انت كتشوف في الشارع كي دايرين، تشوف اللباس ديالهم كي داير وشو كي داير الاحوال ديالهم. فرساله الى كل من هذا من الى الجمهور ديال هذه المسلسلات مثل هذا الفيلم ديال الشيخة والافلام المدبلجه التركيه. السلام عليكم، اواشركم بركه مسعوده، حياكم الله.